نقطع عليه العلاج ومو مشكله، خليه يموت ما يهتمون، المهم شنو هو الفلوس. جيب الفلوس. فالسيد الظاهر يجمع فلوس 17 مليون و575. كل 3 ايام ندفع مليون ونص. كل 3 ايام؟ كل 3 ايام مليون ونص. حتى نكون دقيقين. كل 3 ايام. كل 3 ايام مليون ونص. زين. قال لك اي والله قال جيب فلوس. قوة طان ربع ساعة. اهلا وسهلا بكم. طبعا اليوم تشوفون احنا متواجدين يم احد الاخوه اللي تعرضوا لخطا طبي. طبعا هذا خطا طبي ايضا صار في مستشفى الحجه. تذكرون في فيديوهات اخرى صورت اكو مره بدلوا لها دم واختها توفت، واكو مره سوت عمليه والتهبت العمليه وعلى اثرها انه هذا يصير بها تداخل جراحي، بعدين انه تدخلوا الصحه وفتح تحقيق بالموضوع لحد ان نتائج التحقيق ماكو. اليوم بهذا الفيديو راح نشوف ايضا جريمه اخرى من جرائم مستشفى الحجه صارت ويا احد الموجودين. تشوفوا الان هذا الشاب اللي عمره تقريبا 18 سنه تعرض لحادث، وما شاء الله الحجه مسوين قائمه جباره. طبعا هاي القائمه راح تشوفوها بها تفاصيل، مثلا على سبيل المثال السرنجه 250 دينار، ربع دينار هنا يبيعوها ب 2000 دينار، يعني حتى مو ضعف ولا ضعفين وثلاثه، 6 اضعاف. اخر شيء واصلين لقائمه 17 مليون و 575 و200 دينار، يعني هم يعني ما ياخذون زايد، حتى ال 200 دينار ادخل يعني هم نزيهين. فاليوم راح نحكي على علي عمره 18 سنه. والدته كانت موجوده بالعمليه. زين، شنو اللي صار؟ هاي المستشفى انا حكيت قلت سووا جريمه، فلن سووا جريمه لو دا تبلى عليهم؟ لا صحيح. اول ما دخلنا بالحجه بالعنايه المركزه كل 3 ايام ندفع مليون ونص. كل 3 ايام؟ كل 3 ايام مليون ونص. حتى نكون دقيقين. كل 3 ايام. كل 3 ايام مليون ونص. زين. والمليون ونص اذا تاخر بهذا اليوم يعني تصيب 10 الصبح. زين. اذا تاخر ل 10 ونص يوقفون العلاج عنه ويوقفون التغذيه عنه. لا مستحيل. والله انا يعني صارت وياي. يعني يوقف العلاج. يوقف العلاج. اجوا بلغوني. ايش قالوا لك؟ قالوا منو يا علي؟ قلت له انا يا علي والده. من اللي قال لك هذا؟ الجواب بالعنايه. بالعنايه ايش قال لك؟ قال وقفنا العلاج ووقفنا التغذيه عن ابنك الا تجيب الفلوس. زين اذا توقف العلاج التغذيه ممكن يتوفى. هاي بعد خابرون قالوا نزل الحسابات، نزلت للسيد المدير أيه. اللي هو ابن القزويني. ابن السيد القزويني. ابن السيد القزويني. زين هذا ابن السيد القزويني رجال متقي وعلى اساسه يصور. ولا كنت تقى. شو يقول لك؟ ما قلت له؟ لا اقول جيب فلوس. يقول لك؟ اي والله يقول له تجيب فلوس. وهذا الكلام انت الان مثلا قدام بالاعلام وانت الان في محنه امام رب العالمين. ايش قال لك؟ اي والله قال جيب فلوس. قوة طان ربع ساعة. ربع ساعة؟ ربع ساعة قال لي. ربع ساعة. ربع ساعة قال انهي. زين مو قل له انت مستشفى ما يقول ما لنا علاقة. ابد ما قبل. يعني قل له ممكن انه ما دفعت. بعدين جبتهن قلتهم اياه، ظل 19 يوم بالحجة بالعناية المركزة. طلعته قالوا هاي روح. حجزت له غرفة واحدة. كل 7 ايام ادفع 500. كان بالعناية المركزة طلعوه؟ اي بالطابق الخامس. بالطابق الخامس. غرفة واحدة خاصة. كل اسبوع ادفع 500. هسه خفضوا. اي خفضوا. قالوا خليه ينزل ويا علي. ايش قد بقى؟ لا خليته شهر بالغرفه. شهر. قالوا خليه ينزل ويا علي اللي طلع الباحه من العنايه. يا بشكو قال بعد عليك 3 ملايين مال العلاجات. 3 ملايين؟ اي والله. شو كان يعطوه؟ ايش مدري. العلاجات هاي تجيبها من برا اغلبيتها. زين. انا اجيبها من برا. يعني تجيب من برا؟ اجيبها من برا. العلاجات كلها اجيبها من برا. لا هاي ما شنو الفلوس العلاج؟ ما ادري هاي فلوس خذوا من عندي هاي. انت كل ذني محتفظ. كل الموجودات عندي ذني. 17 مليون بالنتيجه شنو صار؟ خسرت 17. قالوا ها هي بعد كل شيء ما عليه طلعه. كل شيء ما ابي. كل شيء ما عليه. زين هذا شلون كل شيء ما ابي؟ بس محمد نزل رجع الكاميرا، يعني هذا كل شيء ما ابي؟ كل شيء ما ابي. بعدين من طلعته له ورا فتره انه بيدي ايش ضربات. احاكيهم يقولوا شو اسوي لك بعد؟ هم يقولون شو تسوي؟ من اللي يقول لك شو تسوي؟ هم نفسيتهم. من هم نفسيتهم؟ هم المستشفى الحجه. يعني هم ابن السيد الله يحفظه؟ لا هو الكادر. شنو يقول لك شو تسوي؟ يقول انا مو جبته يمكم؟ وفلوسي ما يقول لك شو. يعني لا فلوس حصلت؟ اي والله. ولا سلامه ابنك؟ ايوه. زين هذا يعني ما اشتكيت عليهم؟ لا ما اشتكيت بعد. يعني مثل ما تشاهدون يعني علي والده ابو علي دفع فلوس ومن المفترض انه يعالج وهذا المبلغ اللي هو 17 مليون. بالتالي شفتوا يقول له نقطع العلاج عليك، طبعا هاي
المستشفيات الدينيه نقطع عليه العلاج ومو مشكله، خليه يموت ما يهتمون، المهم شنو هو الفلوس. يجيب الفلوس. فالسيد الظاهر يجمع فلوس، بعد ما عرف السيد انه يوم القيامه ياخذ انه يا هناك من يخلوه بهاي الشبر 4 اصابع. حتى نخرج من الموضوع، علي ورا ما صارت هيك حالته شنو اللي سويته انت؟ ها كل جمعه يجيني طبيب يبدل صندات بس اي بس. زين ما قلت له انه هاي ايديك كذا يقول له شيء مو بيدنا، شو اسمه اعصاب مو بيدنا. زين وهذول اللي يسببوا هاي المشكله ايش راح تسوي؟ ما راح تشتكي عليهم؟ راح اشتكي عليهم، راح اقيم دعوه عليهم. زين هسه العلاج مالته ايش قد يكلفك؟ بعد ال 17 مليون 700 بالشهر الا شويه. زين شلون تجيبهن وانت موظف يعني؟ يم الله. عبر 60 مليون اكثر من 60 مليون. لحد الان بال70 اكل مني. 70 مليون؟ ايه. ام علي انت كنت تراجعين وياه؟ لا هو ابوي يعني دخل. اكثر شيء ابوه. ابوي ابوي زين هسه انت شلون تداري هنا؟ اي والله. يعني تداري شلون؟ والله هاي شوف قدامك رياضه وتغذيه وكله تعب. ما يعني ما انه ما احد اهل الخيرين نطالب والله احنا يعني بركه الله الخير. بس انتم بعد خلصتوا ما عندكم بعد؟ ماكو كل شيء ماكو. بس بعد بس والله ماكو. وقفة زين ممكن واحد يسوي له عمليه انه اي هم أكثر يعني شيء. انت حسب تقارير ابوي يعني دز للهند قالوا له يعني له علاج هناك. بس إله يعني علاج؟ اي بس وهذا التقرير مكانية عندي ما- موجود، تقرير الهندي. بس مكانيه ما عندنا. مشاهدينا الكرام هاي كانت واحده من جرائم مستشفى الحجه، واكو بعد قلت لكم هم او ايضا هم رافعين عليه دعوه مال قضيه هاي البنيه اللي بدلوها دم بالخطا، واليوم كانت عليه دعوه. انا ما راح اهتم، راح استمر لنقل صوت الناس وصوت المظلومين. نشوفكم بخير، وان شاء الله نرجع بفيديو اخر نشوف انه الشيخ الكربلاء واحد الخيرين يقول انا تبنيت قضيه علي، ونجي هنا يوم علي ونبشر اهله ونقول لهم خلاص. نشوفكم خير.